اهلا وسهلا بكم في قناه مختصر الافلام. بس قبل اي حاجه يا صديقي، حابب اقول لك كل سنه وانت طيب بمناسبه شهر رمضان الكريم، ويا ريت تحافظ على صلاتك والاذكار وقراءه القران الكريم، لان زي ما احنا عارفين ان شهر رمضان الاجر بيكون باضعاف مضاعفه، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وعلشان ما اطولش عليك، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. عشرات السنين اللي فاتت ست خلفت أول عيالها وسمته بوي، بس بعد الولادة الدكاترة قالوا للجوزين إن الولد عنده طفرة غريبة، فالاتنين خافوا جدا. على مدار السنين بوي كان بيعاني إنه يعمل صحاب جدد، لأن زمايله في المدرسة كانوا دايما بيتريقوا على شكله. في يوم من الأيام واحد من صحابه حاول يحميه، بس لما شاف الأذى اللي الباقيين بيعملوه اتجن وراح وراهم. بسبب قوته الغريبة بوي قتل واحد منهم لما ضغط على دماغه لحد ما عينيه طلعت من مكانها. أهله قرروا يحبسوه في القابو علشان يتعلم من غلطه، بس ما كانوش عارفين انه مش لوحده هناك. كل مرة كان بيتعاقب كان بيتكلم مع حاجة غريبة مستخبية ورا باب كبير، وكانوا بيتواصلوا عن طريق الرسائل والرسومات. بعد كده ناس كتير من الحارة اتجمعوا علشان ينتقموا من بوي، استخدموا أسلحة نارية وأشعلوا النار في بيت أهله. وسط الرعب بوي يحاول يهرب وينقذ صاحبه الغامض اللي قال له يهرب وإنه هيكون بخير. بوي جري ناحية البيت بس ما قدرش يعمل حاجة، وأهله ماتوا في الحريق. عارف إنه هيموت لو فضل هناك، فهرب جري ناحية الغابة لحد ما وصل لوسط البحيرة. الجيران طردوه بس ما حدش قدر يشوفه تاني من يوم الحادثة. بعد سنين ثلاثة من صناع المحتوى ميا وألان وتشيري راحوا معسكر بعيد عن المدينة علشان يدوروا على طريقة يزودوا بيها شهرتهم ويكسبوا فلوس أكتر. ميا كان عندها إحساس وحش ناحية المكان وطلبت منهم يمشوا، بس ألان رفض وقال إن عندهم فرصة عظيمة علشان يعملوا فيديوهات وتحقق مشاهدات عالية. ميا بدأت تجهز الكاميرا، وألان وتشيري ابتدوا حلقة جديدة عن الأماكن المسكونة. أثناء التسجيل ميا شافت حاجة عدت بسرعة في الغابة، حاولت تحذرهم بس هم تجاهلوا كلامها واتنرفزوا لأن التسجيل اتقطع بسببها. بعدها المجموعة بدأت تستكشف المكان، وألان طلب من ميا تسجل الصوت وهو بينزل القابو مع شيري علشان يصوروا مشاهد جديدة. ميا اللي زهقت من كل ده بعدت شوية علشان تشتغل بعيد عنهم، بس فجأة سمعت همسات حواليها. قبل ما تلحق تهرب تفاجئت ببوي اللي ضربها بالمرساة الكبيرة بتاعته. الوحش ضربها كذا مرة وراسها اتدمرت بالكامل. في القابو ألان وشيري كانوا مستمتعين بالتصوير من غير ما يعرفوا ان بوي كان بيراقبهم. فجأة طعن شيري في بطنها بدراعه. ألان حاول يهرب واستخبى بس الوحش فاجئه وبدأ يخنقه. ألان لحق يمسك مطرقة وضرب بوي في وشه، فخد لحظات علشان يستوعب وده اداله فرصة يجري ناحية باب القابو، لكن بوي مسكه بسهولة ورماها على الأرض وضغط على راسه لحد ما اتكسرت. بعدها بوي مشي ناحية الباب الكبير في القابو ولقى رسالة جديدة من صاحبه الغامض اللي كان مستنيه كل الوقت ده. في مكان بعيد تارا كانت بتجهز للخروج مع أصحابها اللي قرروا يزوروا منطقة مسكونة. في أوضة المعيشة جورجي كان بيتكلم مع مراته لورا اللي بقت مالكة لبيت بابي لأنها كانت صاحبة الملك القديم. جورجي قال لها يبيعوا البيت بس لورا رفضت. قبل ما يكملوا النقاش تارا ظهرت عند الباب. في الوقت ده ديلان كان بيتكلم مع دونا بيقول لها إنه اتقبل في جامعة بعيدة ومش عارف ازاي يقول لتارا لانه عايزها تعيش معاه. بس دونا ما كانتش متخيله ان تارا هتوافق لانها بتحب تعيش قريبه من اهلها. بعد ما ودعت اهلها تارا قابلت ديلان ودونا اللي قالوا لها ان باقي الجروب مستنيها. لما اتجمعوا تارا كشفت عن خطتهم انهم رايحين بيت بابي اللي اترمم من جديد وهيحولوه لمعرض بيت الرعب. بعد ساعات وصلوا اخيرا للغابه، لكن قبل ما يكملوا الرحله كانوا هيدوسوا على صياد. الراجل اللي كان متضايق جدا ووقفهم وسألهم هم رايحين فين. ضرب حماس حكيت له عن خطتهم لكنه حذرهم من البيت بس هما ما صدقوش كلامه. قبل ما يمشي حذرهم يبعدوا عن الضباب، ولما وصلوا للمكان كانت لاحظت ان ما فيش شبكة في الموبايل فبعدت عنهم شوية. فجأة سمعوا صوت صرخة، لكن لما راحوا يشوفوا في ايه اكتشفوا انها كانت فرحانة لانها لقت جاكوزي. دارا شرحت انهم هيكملوا تحضيرات بيت الرعب وهيفضلوا كام يوم في الكوخ القريب. الشباب بدأوا يطلعوا الأمتعة من العربيات من غير ما يعرفوا إن أبوي كان بيراقبهم من بعيد، وسبق له قتل ناس كتير في البحيرة. بالليل الصيد كان بيعمل شغله عادي، لكن فجأة بدأ يسمع أصوات حواليه. رغم إنه كان واخد باله فجأة الوحش ظهر وربط سلسلة حوالين رقبته وموته في لحظتها.
في البيت لورا كانت بتتجادل مع جوزها عن بيت الرعب. جورج قال لها انهم لازم يبيعوه فورا، مفيش اي سبب يخليه فاضي كده. في الوقت ده استقبلوا زيارة من جين والدة ديلان اللي كشفت عن جرائم كتير حصلت في بيت بابي، والوحش الشرير رجع وبدأت تقلق وسألت عن العيال. بس لورا طمنتها وقالت لها ان كل حاجة تحت السيطرة وانهم ممكن يتكلموا بكرة في الكوخ. الشباب كانوا متجمعين يكملوا تحضيرات بيت الرعب، لكن فجأة سمعوا خبط عنيف على الباب. طارا وهي مدهوشة قررت تفتح، لقوا ست غريبة بتخبط بجنون. الست صرخت فيهم اطلعوا من البيت ده فورا، ده بيتي. وفضلت تشرح ان وجودهم هنا غلطة كبيرة خصوصا في ليلة ضبابية زي دي. دونا اتنرفزت واقترحت انهم يبلغوا البوليس علشان يمسكوا الست ويرجعوها لمستشفى المجانين. بس لما لقيت ان مفيش حد مصدقها قررت تمشي. طارا لحقتها علشان تعتذر لها عن تصرفات صاحبتها، لكن الست الغاضبة بصت لها وقالت لها كلكم هتموتوا زي اللي ماتوا قبلكم، والبنت دي هتبقى الضحية الأساسية الليلة. طارا رجعت للكوخ وقالت لأصحابها يريحوا الليلة بما إنهم خلصوا شغل كويس في التحضيرات. في نفس الوقت ديلان قرر يتكلم مع تارا وقال لها انه تقبل في جامعة لاكمان اللي بعيدة عنهم. لما شافها حزينة حاول يهديها واقترح عليها تيجي معاه يعيشوا سوا، بس تارا رفضت تماما وقالت له انها مش قادرة تسيب بيت اهلها وانها مبسوطة معاهم. ديلان حاول يقنعها انهم كبروا وانهم لازم يسيبوا حياة العيال، لكنها اتنرفزت ومشيت. في الجاكوزي سكي كانت مسترخية وفجأة الضباب زاد حواليها. رغم قلقها فضلت في المية، بس فجأة الوحش بوي هجم عليها وضربها في رقبتها بالمرساه ودفعها تحت الماء لحد ما غرقت. بعدها الست الشريرة ظهرت جنب الوحش وقالت إن اللحظة اللي كنا مستنيينها أخيرا جت. الصبح الشباب لاحظوا غياب سكي. نيك قال إنها ممكن تكون رجعت البيت بسبب مشكلة حصلت. في نفس الوقت ماكس كان واخد باله من كاتي وقرر يعزمها للخروج أخيرا، بس كاتي رفضت بإهانة وقالت له إنها مستحيل تخرج مع حد زيه. ماكس اتكسف وخرج وهو متضايق. وهو بيتمشى في الغابة سمع أصوات غريبة في الضباب. بعد شوية وصل للبحيرة وشاف مراكب كتيرة واقفة وهو متحمس قرر يستكشف واحدة، لكن لما دخل شم ريحة وحشة فخرج من غير ما ياخد باله من جثة ألان اللي كانت جنبه. ماكس قعد على الرصيف يبص في صورة كاتي على موبايله لكنه كان مشتت. فجأة أبوه ضربه ضربة قوية بالمرساه في مكان مؤلم جدا. الوحش طلع من المية وضرب على ظهره بقوة لدرجة إن من كتر الضربة يا صديقي كسر له العمود الفقري بالكامل. ماكس مات في الحال. في الجاكوزي ناي كان بيتكلم مع كاديا وطارا وقال له دنا تنضم ليهم، وهي رايحة جالها رسالة من موبايل سكي فيها اعتراف بالخيانة. لما اكتشفت الحقيقة اتنرفزت وقررت تمشي، لكن نيك لحقها. في الوقت ده لورا بدأت تقلق لما لقت بنتها مش بترد عليها. في نفس اللحظة جين ظهرت تاني وكشفت انها لقت مذكرات ديلان، وهي بتقرا اخر الصفحات عرفت ان الشباب قرروا يقضوا ليالي في كوخ المهجور عند البحيرة. لما عرفت ان بنتها معاها مفاتيح بيت بابي لورا انهارت وقررت تروح تنقذها. في الكوخ دونا كانت لسه مش مستوعبة اللي حصل. فجأة حاجة معدنية طارت من الشباك. لما قربت لقت علبة سبانخ. الضباب بدأ ينزل حواليها وفجأة الوحش بوي جري عليها بجنون. نيك حاول يوقفه لكن كان أقوى بكتير، كسر له إيده وبعدها كسر له التانية. قبل ما نيك يلحق يستوعب بوي مسك راسه وضربها في الحيطة، دماغه اتفجرت زي البطيخة النية. دونا رجعت الكوخ عشان تعتذر لنيك لكنها لقت جثته متعلقة على الحيطة زي الديك الرومي المذبوح. فجأة الست العجوز ظهرت قدامها بشكل مرعب ودونا جرت جوه الكوخ وهي بتصرخ. بوي قعد ينده لها من جوه الضباب وهو بيقول لها تعالي يا حبيبتي هنتسلى سوا. دونا فضلت تصرخ زي العروسة اللي شافت عفريت. تارا وديلان صحيوا ولقوا كل اصحابهم اختفوا. كاسي قالت دلوقتي بقى لازم نروح البحيرة علشان ندور عليهم. ديلان حاول يمنعهم لكن تارا مشي. وهم ماشيين تارا لقت صورة قديمة للمدرسة فيها لورا مامتها وزمايلها في الفصل، بس كان في طفل وشه ممسوح. كاسي قربت وبصت للصورة وقالت بندهاش دي مامة بابي. الست العجوز بصت لهم بنظرة كلها غضب وقالت بصوت تقيل بابي كان طفل وحيد لحد ما جه تارا، وبعدها وجهت كلامها لتارا وقالت لها انت السبب في موته. وفجأة من غير سابق انذار بوي نط من المية وركب العربية بتاعتهم. ديلان حاول يهرب بس بوي مسكه بايدين حديد وفضل يعصره زي الليمونة. تارا في حركة جنونية ركبت الجرار وحاولت تخبطه بكل قوتها. المعركة كانت وحشية واخيرا بوي وقع ومات، او ده اللي افتكروه يا صديقي. تارا وهي بتتنفس بصعوبة رمت المفاتيح في البحيرة وافتكرت انها خلصت منه، بس فجأة المفاتيح رجعت لإيدها تاني كأنها مسكونة. وفجأة بوي ظهر من وراها وهمس ودنها بصوت مرعب وقال لها مش هتخلصي مني بالسهولة دي، ومسك راسها وهي بتصرخ بأعلى صوتها. وبكده يكون خلص فيلمنا يا صديقي، ونتقابل في مختصر فيلم جديد.